انا دكتور ايمن، والنهارده هنتكلم عن الهالات السوداء. طبعا اللفه والتبريئه دول ليهم غرض، ان انا هقول لك حاجه تعمليها ممكن تضرني، ان انت تسيبي الموبايل شويه، بس بعد ما تخلص الفيديو شوفي الفيديو الاول بعدين سيبي الموبايل. اتفرج على الفيديو، لان قعده الموبايل في الحقيقه من اكتر الحاجات اللي بتزود الهالات السوداء. احنا علينا بتبذل مجهود كبير قوي مش مطلوب منها، ده بطبيعه الحال بيزود لنا الهالات السوداء، بجانب قصه الموبايل دي اللي هنعملها بعد ما نخلص الفيديو. ماشي، خش في الموضوع على عندنا 5 حاجات بتأثر على الهالات السوداء. انا مش بخمس في وشكم، كل مره بتيجي معايا 5 حاجات، معرفش 4 حاجات نقدر نتحكم فيهم وحاجه خارجه عن ارادتنا للاسف. فهنبدا بالحاجه اللي نقدر نتحكم فيها. اول حاجه اللي هي الصحه العامه، يعني في كلمه مشهوره قوي ان العقل السليم في الجسم السليم. في كلمه تانية بقى تخصنا كدكاتره جلديه، ان الجسم السليم في الجلد السليم. يعني انا كدكتور جلديه اقدر ابص على جلد اي حد اعرف صحته عامله ازاي، لان الجلد هو المحافظه الحدوديه. لو بلد فقيره اكتر محافظه هتتاثر بالفقر ده هي اللي على الحدود، فالجلد هو المحافظه الحدوديه بتاع الجسم. فبالتالي لما الجسم يكون فيه مرض زي الانيميا مثلا، لان معظم البنات في الحقيقه عندهم انيميا مش بتتعالج كويس، فده بيسبب طبعا هالات سوداء كتير. حل الانيميا نعرف اذا كان فيه ولا لا، ونشوف ايه العلاج المناسب ونبدا ناخده. تاني حاجه هي الاكل، لازم نفكر كويس في اي اكل بناكله. يعني ناكل ايه؟ ما قلتلناش ناكل ايه. خضار، فاكهه، بروتين، اهم 3 حاجات. وفي 3 حاجات تانيين لازم نبعد عنهم في الاكل: السكر، الدقيق، والمواد الحافظه. ايوه، يعني ناكل ايه؟ هقول لكم حاضر. مصادر البروتين كتير ومعروفه، على قد ما تقدر في كل وجبه يكون في مصدر بروتين وفي خضار او فاكهه. وحاول تبعد عن ان انت تاكل حاجات فيها دقيق وسكر كتير، زي العيش والمكرونه والحلويات والمخبوزات والفطير والبيتزا والمواد الحافظه، اي حاجه من السوبر ماركت. معنى كده ان احنا نتحرم من الكلام ده يا دكتور طول عمرنا؟ لا، لو 80% من اكلك كويس 20% مسموح ان هم يبقوا وحشين. ثالث نقطه هي الميه. شرب الميه مهم جدا جدا لصحه الجسم بشكل عام، صحه الجلد بشكل خاص. معظم الناس برضو البنات تحديدا، مش عارف البنات ليه بيعملوا ليه الانيميا في البنات، قله شرب الميه، مجتمع ذكوري. ما علينا، محتاجين نشرب ميه قد ايه؟ معدل 2 لتر ده معقول، ومفيش حاجه اسمها اشرب بس وانا عطشان. معظمكم ما بتشربوش كفايه، فجسمكم بدا يتاقلم، مش بيحسسكم بالعطش. رابع نقطه هي النوم. تخيل معايا كده بتشتغل في مكان، المكان ده ما بيتنضفش، مفيش حد بيجي بينظف يشيل ويرتب الحاجه واحده واحده، المكان ده هيبقى مزبله، هيبقى بيئه غير صالحه للعمل. جسمنا محتاج كده صيانه كل يوم. لما بننام الصيانه دي بتحصل. طيب محتاجين نوم قد ايه؟ اجتمع العلماء على 6 ل 8 ساعات يوميا بالليل متواصلين. معنى كده ان النوم اقل وحش؟ طب النوم اكتر. في ناس بتنام اكتر. انا يا دكتور انا بنام كتير والله، والنوم ما عنديش مشكله فيه. نام الساعه كام؟ الساعه 10 بصحى الساعه 12. النوم اكتر برضو من الطبيعي هيسبب انتفاخات مع الوقت، هالات سوداء برضو. قليل وحش وكتير وحش. النوم في وسط اليوم ما يتحسبش. خامس حاجه ودي اللي ما نقدرش نتحكم فيها للاسف، هي الجينات. في ناس عندهم جينات بتخلي عندهم الهالات السوداء اكتر من الطبيعي، ولكن نقدر نساعدها بالعلاج. ايه هو علاج الهالات السوداء؟ وده السؤال اللي كلكم مستنيينه. بيتلخص في نقطتين. اول نقطه الدهانات الموضعيه الغاليه، ام 300 و400 500 و1000 جنيه. لا مش عايزين، مش كل ما يغلى الدهان يبقى احسن. معظم الدهانات دي مكوناتها طبيعيه، بس كل الشركات اللي بتصنع دهانات لحول العين بتقلل تركيز الماده اللي بتفتح المنطقه دي حساسه، بالتالي ما نتوقعش مفعول الكريمات دي مهما كانت غاليه نتيجه مثلا من 20 ل 40%. العلاج الثاني الحقن الموضعي. ايوه، الحقن ده له انواع كتير وله فوائد كتير. احسن حاجه نقدر نعملها ان احنا نلجا للدكتور لو المشكله مسببه لنا الم نفسي حقيقي، وطبعا نحاول نشتغل على الاسباب اللي اتكلمنا عليها لوحدنا من غير دكتور. اتمنى دايما تبقوا في صحه وسعاده، وتتابعوني في الفيديوهات اللي جايه. اشتركوا على القناه، ممكن نشترك على القناه، وفعل الجرس عشان نشوف الفيديوهات على طول. ممكن نعمل لايك، ولو في حاجه عايزين نتكلم عليها ممكن تكتبوها في الكومنتات. اشوفكم على خير.